وانا دلوقتي رقبتي وجعاني ومش عارف عندي انزلاق غضروفي ولا لا. اصل انا قلقان، لا يمكن يكون انزلاق غضروفي زي قرايبي. ازاي اعرف؟ تعال اقول لك. اول اختبار عندنا اسمه اختبار سبيرلينج. ده انك تلف رقبتك كده اهو وتميلها لورا. اما بتيجي تلف رقبتك وتميلها لورا، ده انت كده بتضغط على الغضروف اللي يضغط على العصب. وساعتها لو حسيت بتنميل جري في دراعك او جري في كتفك ودراعك كده، او احساس بكهرباء او تنميل في الايد، ده معناه ان غالبا ممكن يكون عندك انزلاق غضروفي. تاني اختبار ده بقى اسمه اختبار شد العصب الاوسط. ان انت بتروح باصص كده اهو بعيد وتفرد دراعك بالايه، بالشكل اللي انت شايفه ده. اما بتفرد دراعك كده بالشكل اللي انت شايفه ده وتحس بكهرباء وتنميل بيجري في دراعك كده، ده احتمال كبير برضه يكون عندك انزلاق غضروفي. اما بقى الاختبار التالت هو ان انت توطي دماغك فجأة كده وجامد لتحت. لو حسيت بكهرباء بتجري في دراعاتك او كهرباء جريت في جسمك، احتمال كده يكون انت ضغطت على الغضروف وراح ضغط على العصب وعمل لك ايه التنميل ده، فده ممكن يكون عندك انزلاق غضروفي. وبرضو الاختبار بتاع دوران الرقبه جامد. اما بتلف جامد قوي يكون عندك انزلاق غضروفي. احتمال تحس بتنميل في دراعك مع اللفه، او تحس بالم شديد جدا. لكن الالام العاديه مثلا مع اللفه ممكن غالبا ما يكونش عندك انزلاق غضروفي، بس اللفه الجامده مع الم جامد غالبا ممكن يكون عندك انزلاق غضروفي. الاختبار الخامس بقى ان انت ممكن يكون عندك ضعف في عضلات ايدك. اما باجي اتني دراعي وافرده وافتح صوابعي واقفلها، فانا هنا بمسك وزن في ايدي اليمين وايدي الشمال، وببدا اختبر مثلا هل مثلا ايدي اليمين قادره تشيل زي ايدي الشمال. لو انا في ضعف في العضلات في حته معينه وبشكل واضح، ده معناه ان ممكن يكون عندي انزلاق غضروفي. بص، الحته اللي تحت دي بقى اهم حته في الصوره. امتى اروح لدكتور فورا؟ ألم شديد مش بيتحسن، أو ضعف عمال يزيد، دي علامات ما ينفعش تسكت عليها. اختلال في التوازن، مشكلة في المشي، فقدان سيطرة على البول وبراز، أبوس إيدك لو ده موجود ما ينفعش تسكت. أو تنميل ما بيقفش حتى مع الأدوية، أو آلام ما بتقفش مع الأدوية والمسكنات. هنا لازم تروح تعمل اختبار وتشوف متخصص. وخلينا واضحين برضو ان كل العلامات دي لا تغني عن الرنين المغناطيسي اللي بيأكد وجود الانزلاق الغضروفي. وهذا والله اعلم. ولو عندكم اسئله اكتبوها لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله نقدر نساعدكم. والله اعلم. سلام عليكم.